سعد الله صباحكم بكل خير. قبل ما أدخل بالرسالة اللي فوق، طعام زيد ثم لعمر. يوم أمس كان ماشي مزاج لكم عليه، والسبب كان نومة قبل أمس ما كانت عميقة ولا بكفاءة عالية. ليش؟ كان بسبب 3 فناجيل قهوة شربتها قبل أمس العصر، بعد العصر. نمت، مو ما نمت قبل أمس، بس صحيت مزاجي متعكر شوي. مو اللي أنا يعني مو نفسي اللي أنا عارف نفسي إنه أصحى منتعش ودي أزين أشغالي كلها، ما تيجي الساعة 8:30 9 الصباح إلا وأنا بخلص أشغالي. هنا تعرف نفسك. متى تعرف أنت اللي هل نمت بعمق ولا ما نمت بعمق؟ إذا صحيت من النوم. هل أنت تحتاج كذا كوب قهوة أو كذا فنجان قهوة عشان تصحصح يروق مزاجك؟ هنا معناته ما في إخراج بشكل فعال لمادة البيتا أميلويد من الدماغ عندك. نرجع لمقولة طعام زيد ثم لعمر. ممكن ترجع لبعض الكتب التاريخية مثل كتاب أحمد زروق النصيحة الكافية لمن سأل عن العافية. حتى بنفس الكتاب قال كلام شوي يزعل الجيل الحالي، فتكلم عن عدد الوجبات وقال المترف بالمال يعني الغني الثري كان يأكل وجبتين باليوم، وإلا أغلب الناس وجبة واحدة. طيب واللي يأكل 3 وجبات؟ قال فابنوا له معلفة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ممكن تحس بخاطر بعض الأشخاص. هنا اللي بس بعلمكم عنه 3 سكويرز، كتاب اسمه 3 سكويرز اللي يتكلم عن ليه صار عندنا 3 وجبات إلزامية باليوم، فطور وغدا وعشاء. ومتى بدأ موضوع ال3 وجبات هذه؟ اللي هو النهضة الصناعية كانت في أمريكا بعد هجرة اللي هو الأوروبيين والنهضة الصناعية. ولا الهنود الحمر كانوا يأكلون وجبة واحدة بس ترى، ويأكلون عند الحاجة لا أكثر ولا أقل.